السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم تكملة لمشترياتي من لندن. الجزء الاول بحط لكم الرابط تحت، كان عن مشترياتي من لندن الميك اب، وهذا الجزء الثاني عن مشترياتي من لندن بس السكين كير. للأسف طبعا هاي المنتجات بعدني ما جربتها كلهن، قريت عنها ريفيوز بوزيتيف. خصوصا في السكين كير انا ما غامر، احب وايد ادور قبل ما اشتري المنتج نفسه، لان من بشرة لين الثانية تأثير المنتج يختلف، ومرات حتى لو اخذه على مدح وعلى انه اتوقع انه يناسب بشرتي، لكن مرات تضبط ومرات لا. ففي هالفيديو بس براويكم منتجات بعدني ما جربتها، وانس اجربها واكون راي عنها. عادة للسكين كير اخذ ما بين شهر الى 3 شهور علشان اكون عنها راي. بنزل لكم راي عنها على الانستغرام ان شاء الله، فعادي الين اخر السنة يلا تشوفون رايي في هالمنتجات، وكالعادة انزل رايي فيها سواء ناسبتني ولا لا. خلونا على السريع نشوف هاي المنتجات. اول شي سكراب اخذته من ماركة الفا اتش، اسمه مايكرو كلينز سوبر سكراب، شي شكله. وماركة الفا اتش بالنسبة لي جديدة، استخدمت من عندهم بس الليكويد جولد، بعدني ما كونت راي عنه. الماركة حصلتها في ماركة سبنسر، ووايد قريت ريفيوز عن هذا السكراب. المفروض انه يكون خفيف. بشكل عام انا احب استخدم السكرابس مرتين الى 3 مرات في الاسبوع، فقلت بدخل هذا في روتيني. من كلارنس خذت هاند نيل تريتمنت كريم، حصلت في المطار يبيعونهم 2 باكجز ويا بعض، فقلت يلا اتس ا جود ديل. وخصوصا ان هذا الكريم كنت سامع عنه يعني مدح، وانه فعلا يرطب الاظافر والايد، فهذا بديت استخدمه. استخدمت لين الحين 3 أو 4 مرات، يبني ترطيبه خصوصا حق الليل، احطه احذالي واستخدمه كل ليله، بستخدمه فتره وبشوف. من سيسيلي خدت كم من برودكت، لان وايد في خاطري اجرب منتجاتهم، ما جربتها من قبل. ماركة سيسيلي خدتها من سيلفريدجز، وموجودة عندنا في باريس جاليري. خدت هذا المرطب طعم مكبرة، مرطب للوجه، تقومين تستخدمينه في الليل وفي النهار. المفروض انه ينقي البشرة، يخليها صافي اكثر. اذا عندك حبوب، عندك علامات، المفروض ان هذا مرطب يخفف من هالشي. واعتقد انه هو انسب للبشرات العادية الى الدهنية، ما ادري عن الجافة. اغلب الريفيوات اللي قريتها عن انه هالسكين تايبس اللي يناسبهم، مع انه مكتوب عليه for all skin types. وايد يعني هذا متحمس له. اللي عيبني انه يوم صرت اخذه كان عليه عرض، هو يكون في بوكس ويا 3 اشياء سامبلز، فقلت يلا خل اخذ واجرب مرة واحدة اذا عيبني هال3 اشياء، اللي هي جنتل ميك اب ريموفر، والثاني مال ايرلي رينكلز كريم، والثالث ريفريشنج سموثينج كوركتر. ما اعرف هذا شو ممكن يسوي. البور مينيمايزر خدت انا اوريدي من البور مينيمايزر، فبعد اعطينا من السامبل شيء حلو. الشيئين الثانيين ما خذتهم، فاذا عيبوني اقدر اسوي برايس جاليري واخذهم. من سالي هانسون، ماركة سالي هانسون موجودة في بوتس. خدت فيتامين اي نيل اند كيوتيكل اويل، شي شكله. بشكل عام وايد انا مع فترة السفر وايد اليد اللي حوالين اظافري ينشف يتقشر، فدائما ادور على الاويلز عشان ارطبهم. ان جنرال الاويلز احسن، انا لاحظت انه احسن حق اليد اللي حوالين الاظافر عن الكريم، نتيجته تبين اسرع. من لانكوم خدت الميك اب ريموفر هذا، اللي هو يجي قسمين، قسم زيت وقسم سائل ماي او شي. حصلته في المطار بعد عليه اوفر، علبتين ويا بعض. وهذا من لانكوم الميك اب ريموفر، هذا كان وايد في خاطري اني اجربه من فتره، وبادي اخلص الميك اب ريموفرز اللي عندي، فقلت يلا خل اخذ هالثنين واجربهم، بما اني انا اصلا حاطتنهم في بالي. من شارلوت تيلبري خدت هذا
اللي هو الماجيك ار ريسكيو كريم حوالين العين. ما جرب صراحة السكين كير مالهم بس كل حد يمدحهم، فقلت خل اجرب مال حوالين العين. المفروض هذا يخفف من اثار الخطوط، يخفف من السواد، ينعش البشرة اللي حوالين العيون. واخذت مال شارلوت تيلبي هذا من البوتيك مالهم في كوفنت جاردن. ومن سيسيلي خدت اللي هو البور مينيمايزر حق الوجه. المفروض انه هو يخفف من البور نفسهم او المسام الباينه او الوسيعه. انا عندي شويه هنا هالمسام، فتحمست اني اجربه. وشفتوا الباكج اللي اعطوني اياه هديه مع المويسترايزر، بجرب هاكي الحجم الصغير قبل لا افتح هذا واشوف تاثيره. ومن الاشياء اللي وايد متحمسه اجربها من ماركة سيسيلي هذا الاي ماسك. بصراحة أنا أخذت وايد من منتجات سيسيلي في السفر من سيلفريدجز، لأن أسعارهم أرخص عن عندنا في البلاد. فقدامني أول مرة أستخدم السكين كير مالهم أخذ بالسعر الأرخص، وبعد حصلت هدايا. هالشيء اللي شجعني أكثر أني أخذ من عندهم. وإذا حبيتهم موجود المنتجات عندنا هنا، أقدر أرجع أشتريها. من شارلوت تيلبي هذا الشيء العجيب. هذا المفروض جهة هم راسين، جهة تسوي ليفتنج حق الاندر اي، والجهة الثانية illuminator ويعطي شي اضاءة خفيفة حق تحت العين قبل الفاونديشن، قبل الكونسيلر سوري. يعني مثل فكرة البرايمر حق تحت العين، بس في نفس الوقت انه يغذي هالمنطقة. حسيت الفكرة وايد غريبة، ما كنت جربت شي فتحمست ان اخذه واجربه. واخر شيء من ماركة سيسيلي بعد هذا الهايدريتنج ماسك. المفروض ان هذا ينعش البشرة، يرطبها. احيانا شي احس بشرتي تنشف، فونس ويك احب اني استخدم ماسك يرطبها عدل. وحسيت كل الريفيوات اللي قريتها عنه كانت بوزيتيف، ما شفت اي شيء عنه نيجاتيف. باقي الاشياء في نيجاتيف شوية بس الاغلب بوزيتيف، لكن هذا يعني استغربت ما حصلت عليه شيء نيجاتيف، فهالشيء اللي حمسني عليه. وبس باقي منتجات كودالي السكين والبادي كير ما حطيتهم في هالفيديو لانه بسوي لهم فيديو خاص فيهم، فتريوا. ان شاء الله تكونون استفدتوا من هالفيديو وخدتوا فكرة عن المنتجات والاماكن اللي ممكن تشترونها منها. بحط لكم اسامي كل المنتجات في صندوق الوصف تحت. لا تنسون اللايك عشان اتشجع وانزلكم دائما فيديوهات، والكومنت اذا عندكم اي استفسار، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.